حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده في فيديو جديد من فيديوهات الريفيوهات للمنتجات، الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا دايما بتطلبوها. بس فضلا وليس امرا، كل اللي مشرفنا ومنورنا في القناه اهلا وسهلا بيكم. انا مبسوطه جدا جدا بتواجد كل اخت، انا مش هقول عليكم غير اخواتي، كل اخت جت شرفتني ونورتني في القناه. اهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وزودتوني. ومبسوطه جدا جدا ان في حبايبي واخواتي معايا من دول العربية. حابة كل حد بيتفرج عليا من دولة يثبت حضوره ويكتب لي في الكومنتات بيتفرج عليا منين. عايزة اعرف كده، وعايزين نكبر ونبقى احلى واكبر عيلة، اخواتي وحبايبي. فما تبخلوش طبعا عليا باللايك وبالشير بالسبسكرايب. وكل اللي مش مشترك وبيتفرج من بره، انا شايفاكم وبتجروا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونختار الكل علشان يوصل لكم كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. كل اللي عايزه اقوله لكم ان انا فعلا فعلا بحبكم جدا جدا، وبحسد نفسي على محبتكم، وان انا لما بغيب عنكم بلاقي بنات كتير قوي بتكلمني وتقولي انت فين يا بيبو غايبه عننا ليه. ففعلا انتوا اكتر مكسب حقيقي ليا من القناه هو اخواتي حبايبي، بحبكم جدا. ويلا نبدا مع بعض، وسامحوني لو كنت طولت عليكم، بس كنت عايزه انقل لكم مدى الحب اللي في قلبي بجد بجد ليكم، مدى الفرحه بسؤالكم عليا، وان انتوا بتحسوا بيا لما بغيب. بحبكم جدا جدا، واللايك يا بنات. يلا نبدا مع بعض ونشوف احنا جايين نتكلم عن ايه في الريفيوهات بتاعت النهارده. طيب احنا جايين نتكلم عن ايه يا بيبو؟ جايين نتكلم عن القمر الكتكوت الصغنن ده. ايه ده بقى يا حبيبتي؟ اول حاجه دي مسكره من اللاين بتاع ايفون، اسمه ليجندري لينس. ده مبدئيا اولا المسكره بتيجي يا بنات في العلبه دي، ما بتجيش متسلفنه، عشان برضو تبقي انت عارفه ان في بعض المنتجات بتيجي عليها السلوفانه وفي بعض المنتجات لا. تمام تمام. طيب الحجم بتاعها قد ايه يا بيبو؟ الحجم بتاعها 10 ملي كعاده كل انواع المسكرات. طبعا هي ميد ان بولندا كالعاده اللي احنا متعودين عليها. مكتوب عليها اهوت بلاك، يا رب يكون ظاهره لكم. مكتوب كمان عليها اهوت الصلاحيه 22/1/2028. لا بس ازاي 8؟ سوري يا بنات. هي انتاج 28/1 سنه 22. سوري. طيب تاريخ او الصلاحيه بتاعتها قد ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. اهي عايزه اوريها لكم بس. اهي الانتاج شهر 1/20/22، هي اللي هي بالاخضر دي. الانتاج شهر 1/20/22 والانتهاء 2025، يعني بتقعد 3 سنين. طب تعالوا نفتحها مع بعض ونشوف. بصوا يا بنات، ده شكلها من جوه، وده الباكج بتاعها. قد ايه هي فخمه فعلا، وشكلها حلو بامانه. الديزاين بتاعها عجبني جدا وكيوت جدا. بصوا حتى التجزيعه اللي موجوده في الغطا شكلها حلو قوي. الغطا تحسوه شامبين كده، فبصراحه لا عجبتني. يا رب تكون ظاهره لكم. مكتوب عليها طبعا ايه الحجم. طب تعالوا بقى نتكلم عنها. تيجوا نفتحها. مبدئيا عايزه اقول لكم على تركايه في فتح المسكره او في استخدام المسكره عموما. مش مسكره ايفون بس، اي مسكره هتستخدميها. لو انت اشتريتي المسكره طبعا مكتوب عليها التاريخ قد ايه، هي صلاحيتها 3 سنين. تمام، متفقين ان اي منتج الصلاحيه بتاعته 3 سنين، بس في حاله واحده يا بنات، في حاله التخزين الصح، ان انت مخزنه المنتج بتاعك مخزناه صح. طيب لو انت جايبه دي علشان تشيليها او علشان مش هتستخدميها يا ستي دلوقتي، ونزل عليها اوفر ونزل عليها عرض حلو ولقيت عليها سعر حلو، ده اي مسكره مش في ايفون بس، وهجيبها يا ستي، وجبت بدل القطعه 2 و3، بما ان ديت المسكره المفضله اللي انا متعوده عليها ونزل عليها اوفر، فانا جبت منها قطعه و2 و3 وهشيلهم. حلو جدا. ما هو كده كده تاريخ الصلاحيه قد ايه؟ تاريخ الصلاحيه 3 سنين. بس لو انت استخدمتيها او خزنتيها صح. ازاي؟ مسكرة طول ما انت مش هتستخدميها حرفيا ما تفتحيهاش اطلاقا. عارفه الفتحه دي خلاص انت كده لازم تستخدميها. ما تفتحيش المسكرة طول ما انت مش بتستخدميها. طب ليه؟ اول ما هفتح المسكرة كده والهواء هيبدا يدخل لها، انا اخري معاها في الاستخدام هو 3 شهور بس يا بنات. 3 شهور بس. بعد ال3 شهور ما يخلصوا ارمي اي مسكره عندك لو سمحتي وما تستخدميهاش، حتى لو تاريخ الانتاج لسه ما انتهاش. يعني انا عندي دي
هتخلص لسه في 2025، يدينا ويديكوا يا رب طولة العمر. بس انا طالما فتحتها فتحتها بس اهو ودخلت فيها الهواء، انا اخري معاها 3 اشهر وارميها، ما اقدرش اكمل معاكم ل 2025. العين يا بنات عين حساسه، ما تقدريش تحطي فيها اي حاجه، لازم بحرص. ده كده مبدئيا وتركايه. طب تعالوا بقى نفتحها ونشوف مع بعض. تركايه كمان بقى احب اقولها لكم، معلش سامحوني الفيديو هيطول. بصوا انا عملت ايه. انا المفروض كلنا بنيجي نفتح كده، نفتح دي كده 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 ونروح عاملين. ايوه سمعتوا صوت التكايه؟ سمعها لكم تاني. ايوه هي دي التكايه اللي انا عملتها دي. اكبر غلط انا عملته. طب ليه يا بيبو؟ كلنا بنعمله. التكايه دي سمحت ان انا دخلت الهواء جوه المسكره، فبالتالي البرودكت اللي جوه بيدخل له هواء، فبالتالي انا بساعد ان هو ينشف. ودي المشاكل اللي البنات كتيره قوي بتيجي تتكلم فيها. المسكره اللي نشفت، المسكره اللي نشفت عشان احنا دخلنا لها هواء. طب والمفروض ايه الصح؟ بص انا بضحي ببتاعتي، بضحي بيها. الصح اللي انا اعمل كده اهي، بالراحه 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 اهي، واطلعها كده. طيب كده انا قلت كل التركات، كده انا قلت كل التركات. طب تيجوا نشوف مع بعض شكل. عايزه بس اوقفها لكم كده، سوري بقى. ده شكل الفرشه. من احب الفرش الى قلبي. ليه؟ لانها رفيعه، وانا واحده بحب الفرش الرفيعه جدا. لو لاحظتوا كمان نهايه الفرشه عندك نزل على ارفع في مدبب، تحسوها عامله شبه شجره الكريسماس. يا رب بس تكون ظاهره لكم وواضحه لكم. طب ده بيساعد في ايه؟ وده ايه الحلو اللي فيه؟ اولا بتوصلي لادق واصغر الرموش، وخصوصا كمان الرموش السفليه. كلنا بنعاني من الرموش السفليه لو الفرشه كبيره، بتبدا بقى تهبب، بتبدا تضرب في حته اليمين حته شمال، فما بتظبطش الدنيا معاك. لكن الفرشه ديت بصراحه بتوصل للمنبت، بتجيبها من المنبت كده بتاع الجذور بتاعه الرموش، وبتوصل لادق الرموش زي ما بيقولوا. طيب دي مميزاتها ايه؟ ده من وجهه نظري. انا عايزه اوريكم صح سوادها. بصوا عايزه اوريكم السواد بتاعها. انا مش عايزه اطلع برودكت كتير بس هوريكم اهي. بصوا يا بنات، دي درجة السواد بتاعها. طب تعالوا بقى نتكلم عليها. طيب بصوا دي الفايدة منها او الشركة مروجة لها بايه؟ الشركة مروجة لها ان هي مطولة، وده حرفيا هي بتطول حلو جدا، بس مش اللي هو الواو. يعني مش ابقى عامله مثلا ميك اب سواريه واحطها اللي هي تخليني عامله شبه الرموش، لا هي ما بتعملش كده بصراحه. هي بس هي التطويل بتاعها بيبقى حلو جدا. وهحاول احط لكم كمان صوره لشكل الترويج ليها في الكتالوج، وشكل لما الموديلز بتحطها بيبقى عامله ازاي الفرق بين العينتين. فهي في التطويل حلوه جدا، بتفرق الرموش حلو جدا جدا جدا. شكل الفرشه زي ما قلت لكم حلو، وبيساعد ان انت بتحطي كمان في الرموش السفليه، وبتاخديها من المنبت، فبتبقى حلوه جدا، ما بتكتلش. في انواع مسكرات لما بتبقي بتحطيها بتبقي حاسه ان انت حاطه كتله او حاطه تنده على الرموش، فبتحسي ان على طول رموشك هتقع منك، رموشك تقيله انت ما انتش مستحملها. بصراحه دي لا، ما بتكتلش اطلاقا. كمان المسكره دي مش ووتر بروف، عشان بس في ناس بتبقى ما بتحبش المسكرات الووتر بروف، بتقول ان المسكرات الووتر بروف لانها ما بتطلعش بسهوله الا بمزيل الميك اب، فبتقول ان هي بتوقع. في ناس ما بتحبهاش، ففي ناس بتبقى عايزه المسكرات العاديه. فدي المسكره دي يا بنات مش ووتر بروف، وعايزه اقول لكم ان هي ما بتهببش وما بتسودش بصراحه. حلوه جدا جدا لايه؟ حلوه جدا للاستخدام اليومي بصراحه. الفرشه دي كمان بتعمل لك الرموش ستريت، بتطولها لك وبتخليها لك كمان ستريت، مش بتعملها كيرلي. زي ما قلت لكم بتفرق، ما بتكتلش. بصراحه ما حسيتش. انا واحده عيني حساسه، ومن اقل حاجه بتحسس وبتنزل دموع. بصراحه المسكره دي ما عملتليش الكلام ده خالص، ما عملتليش دموع، ما عملتليش اي حساسيه. فبالنسبه لي هي كانت لطيفه وحلوه في الاستخدام اليومي. الشركه كانت بتروج لها كمان ان هي بتكثف. لا للاسف لا يا ايفون، هي ما بتكثفش اطلاقا. هي ديت مطوله بس. مين اللي هيحبها؟ الناس اللي هي رموشها كثيفه فعايزه طول هتحبها جدا. الناس كمان اللي هي رموشها قصيره هتحبها لان هي بتدي طول. السواد بتاعها ما اقدرش اقول عليه سواد فحمي عشان بس نبقى واضحين، لا هي سوادها مش فحمي. في سواد كده بيبقى فحمي قوي، لا مش دي
عشان كده بقول لكم هي دي اختيار حلو جدا ولطيفه جدا للاستخدام اليومي. كل يوم كده لما تحبي تحطي مسكره حلوه لطيفه خفيفه فرشتها كمان حلوه، دي للاستخدام اليومي. انت بقى حابه تجمعي بين كل الفوائد، تبقى عندك المسكره المكثفه مثلا ومعاكي المسكره المطوله، اوكي مش هنقولك لا، بس هي دي الفايده الوحيده بتاعتها، بتطول بتفرق بتخليها ستريت، دي كلها. فهي في اللطيف حلوه، هنستخدمها يوميا، انا ما حسيتش منها باي مشاكل، فكانت لطيفه وكانت خفيفه. ده كده كل ما يتعلق بيها. بصراحه ما شفتلهاش عيوب، غير ان بس زي ما قلت لكم ما فيش كثافه، فانا اوريدي انا عارفه انا خدت منها ايه او انا عاوزه منها ايه. انا عايزه منها التطويل، اوكي. السواد بتاعها مش فحمي بس، لا اكتر ولا اقل. انا كده وصلت لاخر الفيديو، وصلت لاخر الريفيو. يا رب يكون ريفيو بسيط وخفيف على قلبكم. بحبكم جدا، ولو وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تضغطي عليه باللايك وبالشير والسبسكرايب. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.